السلام عليكم حبايبي مشاهديني، ازيكم؟ النهارده بقى قلنا بعد طول غياب برضو قلنا نعمل معاكم شويه سندوتشات كده سريعه وسهله لاولادنا بكل بساطه. بنص كيلو سجق بس، بربع كيلو سجق ونص كيلو كبده عملنا احلى كبده اسكندراني وسجق اسكندراني وسندوتشات للرحلات لاي مكان انت حابه تاخديها معاكي، حابه تاخديها معاكي النادي لاولادك، حابه تروحي مثلا مشوار وهتتاخري وحابه تعملي سندوتشات لاولادك سهله وسريعه بكل بساطه هتعمليها. طبعا الكبده الاسكندراني والحواوشي ده بناكله في اسكندريه، من احلى السندوتشات وجمالها وحلاوتها، بالطحينه بالكاتشب حسب ما انت حابه. هنقدم معاها مخللات، كاتشبات، شويه طحينه، حاجه كده جميله. جربي كده تعملي الوصفة دي، سهلة وبسيطة لأولادك وحاجة كده هتوفر معاكي في الميزانية. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول عملنا إيه معاكم في الحاجات العظمة دي. شايفين حبايبي شكل السندوتش برضو بعد الطحينة ممكن نحط كاتشب بالشكل الجميل ده. شايفين تقديمه وطريقته اللي هنسمي الله كده ونقول التوابل معانا. انا الطحينه دي اشتريتها النهارده من العطار، هي والكاتشب ده بشتريهم سايبين، ده بحوالي 10 جنيه طحينه وخمسة كاتشب، بيديني حوالي ربع كيلو، بس ما شاء الله كميه كويسه جدا. معايا فلفل رومي وفلفل حار للي حابب، وطبعا وبصل للي حابب. الكبده الاسكندراني بالبصل طبعا بتبقى من غير بصل خالص، انما البصل ده لل... للسجق بتاعي. السجق بتاعي اسكندراني يا جماعه، مش اسكندراني احنا بنعمله اسكندراني، هو اصلا سجق اسكندراني. ربع كيلو جايباه بلدي اسكندراني اسمه كده، مش السجق العادي، عشان تبقوا فاهمين. التوابل بتاعي كزبره ناشفه، بهارات، لحوم، معايا كزبره، كمون، سنه كمون كده، فلفل اسود، ملح، توم باودر. هبدأ معاكم الوصفة. معايا الطماطم دي طبعا للسجق بتاعي مش للكبدة خالص، الكبدة عبارة عن فلفل حار وفلفل رومي بس، مش هعملها ببصل يا جماعة الكبدة. السجق هو اللي هيحتاج الحاجات اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي. التوابل بتاعتي دي للسجق، والفلفل مقطعاه، والطماطم شرايح بالشكل ده، والطماطم قطع صغيرة، والفلفل اللي هو الحار، عايزة فلفل ألوان ممكن تضيفي عليه عادي جدا. هبدأ أقطع السجق بتاعي لأنه كبير، مش سجق عادي، السجق الاسكندراني بس اللي هو الوسط مش الكبير قوي. هبدأ أقطعه كده بالشكل ده، حاجة كده جميلة وزي الفل، وهتنفع للسندوتشات وهتنفع لأي وصفة انت حباها. السجق ده بالذات ممكن تاكليه جنب أي حاجة انت حباها برضو، بس أنا حبيت أعمل معاكم شوية السندوتشات دول. طبعا دي فكرة حلوة للي حابب يروح النادي بأولاده ومفيش يعني، وحابب يعمل سندوتشات كويسة لولاده وياكلوها كويس وتبقى حلوة على يعني كوجبة غدا. هبدأ كده انزل بالزيت او السمنة بتاعي، هزود برضو شوية زيت صغيرين مع السمنة. انا بحب اعمل اكلاتي كده بديها طعم بالسمنة، وفي نفس الوقت الزيت بيخلي الوجبات معايا كويسة. هبدأ انزل يا دوبك سخن الزيت، انزل بالسجق بتاعي بالشكل اللي انا مقطعاه ده زي ما انتوا شايفين. سجق اسكندراني يا جماعة ما تنسوش، مش سجق عادي خالص. وابدا انزل كده اتشوحه شويه. انا ببدا كده اديله تسويت وانشفه من ميته واخليه زي الفل. وبعد كده انزل بالبصله الجوليان اللي انا مقطعاها مع الفلفل الحار، ببدا كده انزل بيها، وفي جنب كده احاول اشوح ده لوحده وده لوحده، وابدا اقلبهم مع بعض بعد ما يتبلوا. شايفين حبايبي شكله وجماله؟ مش عايزه اقول لكم على الطعم، وريحته فظيعه، ريحته حاجه كده مش زي السجق العادي خالص. انت بتجيبي سجق فعلا موثوق منه. بتجيبي طبعا في جزارين بتعملوا السجق الاسكندراني. معايا التوابل بتاعته بقى، الكمون والثوم باودر والتوابل البهارات اللحوم وحاجاتي كلها، اي توابل انت حباها حطيها. عندك زعتر ممكن تحطيه، الحاجات اللي زي دي بتديله ريحه جميله جدا. هو فيه روايح وحاجته، بس احنا بندي للتطعيمه بتاعتنا اللي هتبقى في السندوتش الصوص بتاعنا. بدات كده قلبت وهسيبه طبعا على نار هاديه يستوي. وبعد ما يستوى شويه ابدا انزل انا عايزه الفلفل بتاعي يكون مقرمش معايا، ما يكونش دبلان. ومعايا الطماطم دي التشويحه الاخيره اللي انا هديها له بالمكونات بتاعتي. الطماطم هكون نزلت ميتها عليه تعمل صوص حلو. هبدا كده كله هياخد من بعضه وهيديني الصوص الجامد. هبدا انزل الطحينه بتاعتي في بوله كده بالشكل ده،
شايفين حبايبي الطحينه بتاعتي جميله ازاي؟ بجيبها من عطار موثوق وجميل وحاجته كويسه، وهوديكوا برضو جوله عنده وهنشوف الحاجه بتاعته شكلها ايه. بدات كده نزلت هعمل بقى اثناء ما السجق بيستوي معايا الكبده، الليمون، التوم البودر والبصل البودر، بابريكا، ايه يا ربي، بهارات، الحاجات اللي انت والتوابل اللي انت عايزاها، فلفل اسود، كزبره ناشفه. بدات كده طبعا بقلب السجق بتاعي تقليبه، ما بسيبوش كده، وبغطي عليه النار وابدا بقى اغطي عليه واسيبه لحد ما بعمل الكبده بتاعتي. نزلت بقى بطاسه على النار بحوالي معلقتين زيت كبار، والتوابل بتاعتي برضو مجهزاها نفس التوابل اللي انا حطيتها في السجق، كزبره، كمون، توم، فلفل اسود، بهارات كبده او بهارات لحوم، اي بهارات عندك، او السبع بهارات بتمشي، اي بهارات عندك بتديك الطعم الحلو. ومعايا فصين توم، دول ايه اللي هعملهم مع الفلفل. بدات نزلت بالفلفل ياخد تشويحه طبعا عشان هو حامي، فيطلع يعني الحراره بتاعته شويه، وابدا كده يكون ايه يتبل معايا سنه ويديني ريحه حلوه كده مع الايه مع التشويح. هبدا انزل بتومتين او فصين توم بعملهم بالمفرمه كده على الايه على الفلفل، واديله تشويح. طبعا في توم هيتحط بعد كده اللي هي قلنا الدقه بتاعتنا، او اللي بيقولوا عليها الطشه بتاعتنا، بتاعت الايه الطشه زي طشه الملوخيه كده، بس اسمها طشه كبده. دي طبعا بيعملها المطاعم وبتبقى حاجه خطيره يعني. احنا هنعمل النهارده حاجه المطاعم بطريقه سهله وبسيطه. بدات شوحت الكبده بتاعتي مع الفلفل كده، نزلت بيها وهبدا طبعا تتشرب ميتها خالص، هغطي عليها طبعا وهسيبها بقى ايه لحد ما تستوي شويه. ابدا انزل بتوابلي وحاجتي. معايا فصين ليمون، انا رشيت فص ليمون على الكبده، فص ليمون هسيبه معايا للتشويحه. ومعايا دلوقتي الطحينه بتاعتي هبدا اعملها. معايا برضو التوابل، بابريكا، كمون، كزبره، ملح بس. ومعايا فصين توم مهروسين، ومعايا ايه الملح بتاعي طبعا مع التوم هبدا انزل بيه بالشكل ده، ومعايا المضرب اللي هضرب بيه. معايا كوبايه، نص كوبايه من الميه الدافيه وعصره ليمونه وربع كوبايه خل، هنزل بيهم واقلب كده. مكوناتي طبعا مسكت في ايدي، بدات تمسك. طبعا اللي هيفكها الميه السخنه زي ما انتم عارفين، حوالي نص كوبايه من الميه الدافيه او السخنه. هبدا انزل بمعلقه زبادي كبيره كده بالشكل ده، دي برضو بتديني طعم حلو للطحينه يعني. بصراحه سر من الاسرار اللي انتوا بتعرفوها معايا في القناه بتاعتي، وهتعجبكم جدا. لو عجبك الفيديو وحابه ان انت تعملي حاجتي وتجربيها وتكوني مشكوره جدا، وطبعا فضلا وليس امرا منك، انزلي باعجاب وانزلي باشتراك وفعلي زر الجرس على علامه الكل، وشوفي الفيديوهات وحاجاتنا اللي بقدمها، هتعجبك جدا جدا جدا. جربيها وحاولي كده تعلقي وتشوفي يعني، لو عجبتك وطلعت معاكي كويسه اعملي لنا كومنت حلو وقولي لنا إيه وصفاتنا عجباكي ولا لا. تمام. شايفين حبايبي الكبده كده بعد ما بقت تمام التمام، بعصر فص ليمون. الفص الليمون ده بيفرق معايا ان هي ما تبقاش فيها زفاره، وحوالي معلقتين من الخل انا حطاهم عليها قبل ما اسويها، بيفرقوا معايا جدا في موضوع الزفاره. طبعا بنزل بالثوم معاه حتتين فلفل كده حامي بقطعهم صغيرين، وبنزل كده اشوحهم التشويحه التمام. ما بزودش توم قوي لان انا حاطه توم برده مفروم في الكبده، فصين وفصين. الفصين بتوعي دول انا بحمرهم او بشوحهم زي ما انتم شايفين، بديهم يعني يبقوا لونهم ذهبي كده، ما بيكونش لونهم. بدات كده خلاص بشوح كده، وحطيت التوابل بتاعتي وعصره الليمونه التانية فص تاني، وهبدا بقى انزل على الكبده بتاعتي بالشكل ده. شايفين حبايبي الطشه دي جامده جامده اخر جامده، دي بقى اللي بتدي طعم للسندوتشات، بيخليكي بصي كانك شارياها من بره بالظبط، او يمكن افضل كمان. شايفين حبايبي تشويحه جامده وخطيره، لا طماطم بقى ولا الكلام ده ولا العك ده، احنا بنحط كبده اسكندراني بدون بصل بدون اضافات، حاجه كده جميله وهتدينا الطعم الجامد اللي انت بيعجبك في السندوتشات. بدات كده طبعا جهزت كل مكوناتي. شايفين الكبده بعد ما استوت وبقت خطيره، والسجق بتاعي هبدا اغرف حاجتي في اطباق وابدا اعمل سندوتشاتي الجامده اللي انتوا شايفينها. مقدمه مع كاتشب، مقدمه الطحينه بتاعتي وزيتون مخلل، وطبعا حبايبي اللي جايبين لي الزيتون ده يشكروا على الزيتون جدا، وبصوا يعني بدعي لهم كمان. شايفين حبايبي بدات كده بفتح العيش الفينو بتاعي، طبعا من احلى انواع الزيتون اللي بيتخلل وتسلم ايديها،
وعينيها اللي عامله الزيتون ده. وشكرا جدا على الهديه الجميله دي. ببدا كده بقى السندوتشات بتاعتي. ابدا كده خلاص، حطيت حاجتي في الاطباق وهبدا قطعت طبعا الفينو بتاعي بالمقص زي ما انتم شايفين. هبدا بقى كده، بدانا كده خلصنا كده بنعمل سندوتشاتنا زي ما انتم شايفين. تقديمه عاديه خالص، بتعمليه زي اي سندوتشات. زي ما قلت لكم بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك تحطوه. لو مش حابين الفيديو مش عاجبكم مش شرط تحطوا لايك، براحتكم جدا. ادي سندوتشاتنا بالشكل ده، هنحط عليها الطحينه بالشكل الجميل ده، وهنبدا نقدمها بالف هنا وشفا. شايفين حبايبي الكبده برضو بنفس الطريقه هنقدمها بالشكل ده. السندوتش طبعا بنعمله سندوتش متين، يعني يشبع الطفل ويغذيه كده ويخليه ايه، يبقى مبسوط. وابدا كده ايه، احط الطحينه بتاعتي. عايزه تحطي كاتشب كمان بتحطي عادي جدا. السندوتشات بتاعنا دي بصراحه جميله وسهله وبسيطه، وتنفع على اي مكان انت رايحاه. تبقى معاكي ومش بتبوظ ولا حاجه، هتفضل معاكي فتره كبيره. شايفين حبايبي شكل التتبيله اللي انا حطاها دي؟ خطيره خطيره خطيره، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. حبايبي بصراحه كل وصفاتنا احنا بنعملها اقتصاديه. هتحبوها والله وهتتابعوها وهتحبوا تشاهدوها على طول. لان انا بعمل برضو انواع سندوتشات جميله بتفيد برضو للرحلات، وجبات خفيفه برضو. شايفين هامله برضو كاتشب للي حابب، ده حسب الرغبه، اي حاجه عندك حسب الرغبه. شايفين حبايبي شكلها وجمالها، ايه الجمال ده؟